عمرك فكرت في أهمية الذرة وربطتها بالحياة الواقعية؟ أنا هقولك يعني إيه ذرة. يعني حبة صغيرة بتتزرع وبتطلع كبيرة قوية، زي أطفالنا بالظبط. محتاجين شوية تربية وتوعية، محتاجين حد بس يحطهم على أول الطريق وهم يكملوا ويوصلوا لحلمهم. يعني ذرة مشوية بتعملها في أسرع وقت لما بتكون جعان، بتنجدك، بتعملك زي الإغاثة بالظبط لما بتكون في ناس كتيرة بيوتها بتقع أو بيحصل لهم حوادث وحالات طارئة ما بيبقاش في طريق غير نجدتهم وفي أسرع ما يمكن. يعني شوية فشار من شوية ذرة صغيرة بيعملوا فشار كتير قوي، زي التمكين الاقتصادي. من مشروعات صغيرة بيقدروا ان هم يمكنوا الانسان اقتصاديا. يعني قش كتير قوي بس بدل ما يتحرق يتجف ويتعرض لعوامل كتيرة قوي ويتحول لورق، والورق يتحول لكتب، والكتب هتساعد اكيد على التوعية والمشاركة المعرفية. كوز الذرة نفسه يعني العمود الفقري اللي ماسك كل حاجة، يعني الأقرب لبحث وتطوير، اللي بتساعد على حل مشاكل العزبة عن طريق المعايشة والجوار. وهي دي الذرة، حاجة نافعة، حاجة مفيدة، حاجة بتنفع نفسها وبتنفع الغير. زي علشانك يا بلدي بالظبط. علشانك يا بلدي، بيك بنكمل المشوار.